يوميات الحرب في وادي حلفة. محمد حبيب السعيد، رعى الطريف. الثلاثي الصعب شديد انه يتلمع. والله هو ما صعب يا اخي. لا لا صعب، ما انتوا كل واحد فيكم قبل الحرب مركب مكنة زول مهم ومحمد تضرب له تليفون ما يرد، بركة يرد عليك يقول لك هاي ده جايك برجع عليك برجع عليك. والله يا جماعه انا كويس شديد، انا في الثلاثه ديل كويس خالص. انا المتاح هو أفضل زول والممكن فينا بالمناسبة. انا المتاح والممكن ما ارد على التليفون ولو عزمتني ما بجي. انا اصلا كان عندي حاجه اسمها اكتئاب ما قبل الحرب، بقى حسي في اكتئاب الحرب، وان شاء الله يكون ما في اكتئاب ما بعد الحرب. لا 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 يا اخي ان شاء الله. فاحنا بنعمل الفيديو ده وربنا يجمعنا. انا بقول يا رب ربنا يجمعنا في الاراضي المقدسه، امين يا رب. يعني لانه من المملكه العربيه السعوديه ممكن الناس برضو تعيد انطلاقها من جديد يعني. يعني أربعة صح؟ اليوم 4 6 اليوم 3. لا 4 6 امبارح كان 3 لا 4 6 بعد ما اتمنى انه السنه بالتوفيق يعني. ايوه لا توفيق. انا بتمنى انه السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء نتلاقى الله. ايوه اخوانا والله انا كنت ناويه صراحه السنه دي كنت ناويه انه انا احج ان شاء الله ربنا يكتبها. امين. الله اعلم بعد ذلك. انا طبعا ما كنت داير اقول لكم نتلاقى في عرفه، لانه عرفه دي 6 اشياء دي كده بعيده، فعشان كده بس قلت الحي يعني. كان قلت عرفه هو حيضحك على طول يعني. ونحن في حلفة طبعا. معروفه عرفه طبعا يعني. والله يا جماعة الحلفاويين دينهم كويس، يعني زي ما الناس بتقول عليهم دينهم قرمة وكده، لكن يا الناس راجل. كويسين بيصلوا. يا راجل يا اخوانا والله يعني احنا قاعدين في بلد ملامين، احنا قاعدين في بلد ملامين، ما في داعي للتنمر وقله الادب. احنا الناس نازحين قاعدين الناس يرفعوا حنين الجوامع والمدارس، ما مقصرين. الجوامع والمدارس وبيوتهم. احنا بنصلي فيها والله يا وبننوم فيها جماعة. طبعا يا جماعة. يعني حقيقي ناس حلفة الجمال والكرم والطيبة اللي انا لقيتها عندهم ما كنت متوقعها. انا الاول مرة في لا لا معلش، فيما لانها جات. انا اول مرة في حياتي الزول الوحيد اللي انا جات اول مرة من في حياتي الخرطوم ما اطلع برا عانت. الخرطوم. طلعت ركبة الباص قل وصلت. هو الله احد. حظية ما شاء الله. والله حظية يا جماعة، انا انسانة ما عانيت، لكن في الناس دي بتجي مغبرة ومكتحة وحالة بالبلد. الوحيدة اللي جات ما شاء الله تبارك الله نظيفة. انا اصلا نظيفة من يومين، لو جيت مغبرة برضه حكون نظيفة يا بركة. يا ولا يا ولا. شنو؟ يعني صلح نكتك سريع. طيب ما بقدر علتك والله، لكن ده الحاصل. الزول الوحيدة اللي انا لقيتها في حلفة ما شاء الله تبارك الله. انتوا عارفين كأنها انه ما جاء من الخلق. انتوا عارفين انه طبعا هقول العباره بنفس الطريقه بتاعت الاحتمال لو وصلنا العماره اللي ورانا دي يعني. العمر اللي ورانا العماره اللي ورانا دي يا جماعه الناس بيشتهوا يقعدوا في الحته الفاضيه دي، الحته الصغيره الفاضيه دي. ما لقيت. الناس بيشتهوا يقعدوا في حته زي دي يعني. ربنا يرفع البلد. الله المستعان. ان شاء الله نتلاقى قريب. انا بكره مسافره وانا جايك بعد بكره ان شاء الله. وحاجة راجع طبعا ما حخلي محمد بلاغه يعني. ان شاء الله كلنا نتلاقى، لو ما في القاهره نتلاقى قريب في السودان. انا عشمان ما جرات والله الغاهره دي. انا والله محتاج الفيديو ده بعد كم شهر كده او كم سنه. احنا حنشوفه بعد كم شهر وحنقول ذكريات ايام الله لا عاده. حنكون ان شاء الله في امن وامان والحرب حتكون انتهت يا رب باذن الله. حنتلاقى وين؟ نتلاقى في الخرطوم صح؟ والله اللي اول مره اشوف رقبتي في المرايه يعني كده. اقسم بالله ما شفتها في سنين. قرب ثاني شفت. لا وعيوني بالله حمنا كله لا رؤى انا ما حصل شفتها مرايه اصلا ولا بالغلط. الواحد يعني الواحد اصلا بيجي يستحمى حمام واحد يعني وبيطلع على طول يعني. طبعا والله دي من اللحظات الجميله والايام الجميله جدا يعني. برنامجنا في حلفه عباره عن بتطلع تشرب شاي قهوه ترجع تنام، ما في حاجه. انا ممكن اكون موضوع مختلف شويه. عارف لما كنا في الحرب في درمان كنا روعه. دخل معانا البنايه دي في الصوره. كنا روعه لما كنا في درمان. طيب ايوه الحرب ما نحن مشينا حته امنه شويه. مش حقولها الثوره. احنا في الثوره مبالغه. نمشي نجيب الرغيف ونجي داخلين جوا. طبعا هو دي الفعاليه. انا بكون يعني منتظره متى العيش بتاعنا يخلص عشان نمشي. لا وبعدين شنو بنعمل ملاحات كده وبعدين يعني نعمل اي حاجه وكيك ايوه فطاير اي حاجه تخطر في بالك نحن عملناها في الحرب يعني، وشيبس وشوكولاته وعشنا حياتنا وعشنا البلد. بس انا الصراحه الحاجه الوحيده اللي كنت فاقدها ها اكيد التشيز كيك بالفراوله. انا حقيقي احلى افضل تشيز كيك بالفراوله بتعمله رؤى، ولا الموجود في زهره حلب
ولا في اسطوره حلب عندها بصراحه. انا حاعمل لكم ان شاء الله احتفالا انا داير اقول لك حاجه، عندكم عندي تشيز كيك ليس تقليلا من انك شاعره ومذيعه وطبيبه اسنان، لكن والله لو عملت الماركه بتاعت حلويات روحك ونفسك واحساسك حيطلع الماركه السما. انا طبعا ما بحب الحلويات لكن شوقتني يعني في الموضوع ده. يعني انت بتحبها وماشي معاك كيف؟ بحبها هي لكن ما بحب الحلويات. ما هذه الحلويات. طيب انت بتحب الحوادق؟ طبعا. خلاص انت عندك عندي عدس. طبعا بركه بتحب العدس. انا بشربه ليه بالعدس؟ بركه بتحب عدس العديد ده؟ العادي. العدس الواحد ده. انت شفت عندك على فكره عدس. حصل شفت عدس الامم المتحده؟ اسمه كاو. حصل شفته؟ حاجه. انا حعمل لك ان شاء الله بس قولوا يا بس انا حقول الموضوع ده، حقول الموضوع ده سر. اول مره نتلاقى فيها يا بركه، والكلام ده فيديو حينزل. نحن حنتلاقى قريب. اي الفيديو ده حينزل عندي بطبان والناس حتكون شاهده عليه. اول فيديو حنعمله بعد الحرب حيكون فيه حله بتاعت عدس لبركه وصينيه بتاعت تشيز كيك بالفراوله. هو حياكل معي العدس؟ والله بعد انت وكرمك انا بجيبه لك. أنا؟ عايز تدي لك احسن لك ما تبدا أنا؟ بالشينه عشان يضوقك معاه التشيز كيك. صراحه نحن العدس ما اكلناه يعني عشان نكون واضحين. طيب لكن انا شوف، انا حكون على خلاف مع السلطه بتاعت الطماطم والفول والسمك. هنا في حلفة. والله حلفة اصلا ما انا عندهم بعرف. سمك. ايوه ما عندهم سمك ما عندهم صراحة. سمك كيف يعني؟ سمكهم ما سمح. بتبالغ والله بتاكلي. والله لا، العظيم ما في أكبر سمك. سمك اكلناه لما جينا حلفه. اي يعني فعليا يعني لا والله ما ماشي يومين في الشارع. لا والله حرام عليك، لا يوم ونص ما يومين. نحن يعني جبناه في البيت احنا فريش. جبناه وعملتوه. لا احنا اشتريناه من السوق. يلا انا اقول لك لكن حاجه، كان خرافي بجد كان اطعم سمك. انا هقول لك حاجه في حياتي. سمكم ما في رائحه في اليد. ايوه ما زفر. دي ما مشكله زفر طبعا. بالعكس. وما طعم. انا بحس به سمك ما جرب فريش. الفرايد. لا، جرب الفرايد الفرايد. حلو. جرب الفرايد. الفرايد اطعم. انا جربت السمك في النيل ابيض ولا لا هو والله الصباح؟ والله السمك عنده بس ما يكون ملح. بركه طبعا حاجه غير ما قاعد. كيف ما قاعد اجيبك انت زهرة؟ ما قاعد يجيب. طيب كده. بعدين معلش انت لابسه جياشه يعني عشان نكون لا واضحين. والله العظيم انا وعشان ما لابسه معلش ما جياشة معنا. ولا تتهمني يا محمد حبيب. في شنو مع الجيش ولا معانا؟ انا مع روحي. انا اصلا ضد الحرب يعني دي من حتى ما اول معانا. يوم. انا ضد أوكي، الحرب تمام. دي من اول يوم يا ايوه أستاذ. جات الفرصه عشان أنا اقول قاعدة الكلام ده أقول إنه لاول مره. لا للحرب. طيب. بس الحرب دي تجيب. خلي محمد يقول الكلام ده لأول مرة. انا لا للحرب تماما. شكرا لا جزيلا. للحرب شكرا تماما. والخرطوم دي خلوها لنا في حالها. يا ايوه ريت الخرطوم دي حقتنا خلونا نفهم فيها بعدين براحتنا. أنا والله يعني عندي بيقولوا لكم- انا بسمع خرطوم امشي تداوسوا برا انا عندي لهم كم خاله كده برشح لهم، مثلا خاله بتاع بودليك مثلا عندكم فتاشه عرفتوا؟ ففي مناطق رهيبه يعني في صحراء قاحله ممكن تمشوا تحاربوا فيها. أو أمشي جبيت. لا يعني كده دار خلونا في خرطومنا الشارع. في حالة لا في في حالة داوسوا هناك يعني. رجعوا لنا خرطومنا. انا والله مشتاق للخرطوم من جد يا جماعه. والله أنا مشتاق للخرطوم. والله أنا مشتاق لأصحابي ومشتاق للخرطوم. للمكتب. ما تحكي معلش معك مناديل؟ معلش عنده منديل كبير كده دار الديرة لكن حديها منديل بس. احنا صرت الخرطوم. والله يا أخي انا ما اعرف حاجه عنها كيف. دي 23 سنه يعني. انا من 2003 او من 2001 من ما جيت. اشتريت كده الخرطوم وليك أسبوع. انا اشتريت الخرطوم من اول دقيقه في الحرب. من اول دقيقه في الحرب انا اشتريت الخرطوم. ما كنت متخيله انه هيجي يوم من الايام امرق منها بالطريقه البايخه التافهه دي، لكن حنرجع لها قريب شديد. حنرجع لها وما حيكون فيها غير المدنيه والحب والخير، وحنبنيها من اول وجديد. انا متاكد صح. انا عايش في الخرطوم 37 سنه. 37 سنه. خلا كم سنه كده من عمري ما اعرف من غير لا ما الاعمار يعني الدول اللي مشيت قعدت فيها شويه كده يعني. لكن 37 سنه عايشها في الخرطوم. سخانتها روعه. سخانتها دي احلى سخانه في يا العالم. جماعه احنا الحرب خلتنا نشتاق لليوم الممل العادي صح؟ هنا حلفه دي ما سخانه، دي حاجه بعد السخانه. بعد ما فهرنهايت. دي فهرنهايت عرفتوا؟ يا جماعه الواحد يا اخي بيشتهي يا اخي النسمه يا اخي احنا ما النسمه ده مكيف. النسمة جنبك. لا حتى النسمه دي احنا محتاجين لها النسمه ده مكيف يا
والله بجد انا مشتاق للخرطوم والله. ربنا لكن يا اخوانا لاحظتوا انه هنا الحته امان، هي امان الى يعني حد لا في كبير يعني. قصعه طويله، لا لا بدو في ما لا بدو ناس مع أولاد الخرطوم. الخرطوم. ناس الخرطوم جيتوا معلش. شايلين الفيديو انتهى كده، الفيديو انتهى. والله شكرا لك يا محمد، شكرا رؤى. انا والله سعيد باللحظات اللطيفه والجميله دي، تظل لحظات خالده رغم المعاناه والمآسي الكثيره والظروف اللي شفناها هنا والناس حوالينا، لكن تظل من اللحظات الجميله والخالده. انا ان شاء ممكن الله اشكرك انت، نعيدها في الخرطوم انا ممكن ونعيدها اشكرك في اماكن انت اجمل. لأنه اموت فعلياً واتكلم أنا بالطريقه من- بتاعت الاعلاميين. لا ما طريقة الإعلامية طبعا. أنا قاعدة أقول له إنه أنت المفروض تشتغل مذيع لأنه أنت صوتك ما فيها قروش الاذاعه. خليك من صوته جميل شديد. صوته فظيع. فأنا عايزة أشكر بركة، لأنه فعليا أنا من ما جيت من دخلت حلفة بركة ما فارقني يوم، لو ما تلاقينا كل الكلام يوم ده حيزعل بنتلاقى الناس يوم لانه في ناس انا ما بعد بديهم. يوم. ما لا ما حيزعل الناس لأنه أنا زول أول مرة في حياتي أطلع برا يعني لولاية، فهو كان محتوي الحاجة دي تماما، وقف معي وقفة بتاعت يعني أصحاب وأخوان. ربنا يخليك لي يا بركة، وشكرا على كل لحظة. ربنا يخليكم لي كلكم ويخلينا لبعض. ومحمد طبعا احنا عشان نلين فيه عانينا والله من الصباح. عذبنا. انا حقول حاجه حصلت مع ناس كتار هنا، للاسف هي حاجه موجعه يا جماعه. والله بكيت الرجال دي حاجه صعبه خلاص. انا شفت رجال كتار في الجامع وفي الشارع وفي جنبات وبراهم بيبكوا. كنت مستغرب الموضوع ده في الاسبوع الاول يعني. لما مشينا المعبر ورجعنا موضوع الوثائق وكده، ولما برضه اولادي برضه يعني الحمد لله رب العالمين وبقوا كويسين، لما قعدت افكر في انه هيحصل شنو، يعني انا قلت الحمد لله رب العالمين ممكن اللي قدام بتسهل. يعني انا زول مملوء بالامل انه ربنا قطعا حيظبط لنا امورنا وحنمشي. ربنا يديم عليك مستحيل الأمل يا هيخلينا كده. لكن لما عاينت لظروف ناس كتار جدا والوضع عندنا فيه، بكيت بكاء مرة. فدي حاجة ما بتحصل إلا في ظروف قاهرة شديد يعني. فبجد الله ما يوريكم ظروف قاهرة كلكم انتم الاثنين دي يا رب يا رب. الله ما يوريكم ظروف قاهرة، وما يوري الناس اللي حوالينا وكل الناس يا رب. كل أحبائنا بجد يعني. فلو في زول عزيز عليك اتمنى انه ربنا على قول اللبنانيين اللي هم هذا كده يعني انه يعني الله يبعث لك ايام حلوه. الله يبعث لك ايام. بس الله يبعث لك ايام حلوه دي، بس ما اعرف اترجمها كيف بالسوداني، لكن الله يبعث لكم ايام حلوه على طول يا رب. لانه يا والله رب. وما نشوف وجع في عزيز. ان شاء الله الحرب دي تخلص على خير باقل الخسائر، وما فيكم زول يفقد زول عزيز عليه، ولا واحد من الثلاثه الواقفين ديل، ولا واحد من الناس اللي حتشوف الفيديو ده. يا رب كلكم في سلام وخير ومحبه، ونتلاقى في ساعه خير في الخرطوم، وهي امنه حره ومزدهره باذن الله. ودي كانت ونسة شوق ومحبة من وادي حلفة. أنا محمد آدم بركة، وانا محمد حبيب السعيد. وأنا الحب رب اولا والانسانيه دائما. رؤى الطريف. في أمان الله.